النقابات ما حشمتيش. وكنتحداك واش الشركات ديالك فيها شي نقابه؟ واش الشركات ديالك وديال الزوجه ديالك فيها شي نقابه؟ خصنا نبداو من الراس. ما يمكنش رئيس الحكومه باقي في تضارب مصالح. حشومه وعار عليك انك تتكلم بهذه الطريقه على النقابات وعلى الحكومه السابقه. على الاقل هذيك الحكومه السابقه اللي كنت انت فيها الذراع بين قوسين ذراع احد الاذرع ديالها خصك تتكلم عليها باحترام. اليوم جاي كتكلم على النقابات ما حشمتيش. وكنتحداك واش الشركات ديالك فيها شي نقابه؟ واش الشركات ديالك وديال الزوجه ديالك فيها شي نقابه؟ تكلم على النقابات. النقابات عندهم الحق كيتكلموا بحريه لانهم كانت عندهم الحريه مع الحكومات السابقه، وكان عندهم كيقول لك الشيء اللي كيامنوا به كيقولوه. اليوم ما عندكش القدره تتكلم، ما عندكش مصداقيه تتكلم على هذا الموضوع. دخلتي المغرب في ازمه حقيقيه ديال الارتباك ديال التعليم، وستبقى على وجهك وصمه عار هذه الشواهد ديال 2023 و2024 لانها غتكون ناقصه من الناحيه العلميه، ومشى هو السبب ديالها. شكرا.